السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا دايما معانا بصحة وسلام وسعادة. ان شاء الله كده انا النهاردة جاية لكم بفيديو جديد، وصفة جديدة زي ما وعدتكم. ان شاء الله كده هنعمل مع بعض اكل صحي قليل الدهون. هيكون مفيد ليكي ولأسرتك ولصحتك، لكل ما هو بيحب الاكل الصحي، لمرضى السكر، لمرضى الكوليسترول. جايلك بوصفة ان شاء الله هتعتمديها. هنسمي الله كده ونبدأ ان شاء الله. معانا كده هنعمل بطاطس صحية قليلة الدهون في الفرن. معانا كده 3 حبات بطاطس متقطعين. بتجيب حبة البطاطس بتقطعيها وبتشقيها على نصين وبتقطعيها قطع كده ايه، متوسطة الحجم. ومعانا هنا البهارات اللي هنتبل بيها البطاطس بتاعتنا عشان تاكلي احلى بطاطس صحية قليلة الدهون. معانا معلقة كزبرة، معانا معلقه فلفل اسمر، معانا معلقه زعتر، معلقه كمون صغيره، معلقه بابريكا. تمام. هنبدا بقى ايه، هنحط معانا كده هنا ما يعادل معلقه زيت زيتون. زي ما اتفقنا احنا بنتكلم على اكل صحي قليل الدهون. هتاكلي كده وهتشبعي وهتخسي من غير ما تحسي. احنا مش بنعمل دايت ولا حاجه، لا احنا بنعمل تنظيم وتقنين للكميات والاكل يبقى قليل الدهون. علشان ايه ما تحسيش كده ان انت بتاكلي، تحسي ان انت بتاكلي اكل صحي مفيد. قولونك يبقى صحي، كل حاجتك تبقى صحيه كده هو. وان شاء الله كده هنعمل مجموعه برضو فيديوهات تانية هنتكلم عن الاكل الصحي قليل الدهون. دلوقتي معانا كده البهارات زي ما قلت لكم، ومعانا معلقه زيت الزيتون، ومعانا هناخده كده شويه ملح. هنبدا نحط كده ايه حبه ملح كده صغيرين. تمام. وهنبدأ ننزل بمعلقة زيت الزيتون اللي معانا. تمام. وهنبدأ بقى ايه نخلط البهارات دي مع معلقة زيت الزيتون. هتبدأي كده تخلطي معلقة الزيت اللي انت حطيتيها بالبهارات كده اللي عندك، عشان تبدأي بقى ايه تنزلي على ايه، على البطاطس بتاعتك المتقطعة قطع متوسطة الحجم. هتبدأي بقى تنزلي بكل بقى الخلطة الحلوة بتاعتك دي على البطاطس بتاعتك. صدقيني الوصفه دي حلوه جدا وصحيه جدا، هتعتمديها وهتحبيها جدا واولادك هيحبوها. صحي ومفيد، حاجه مفيده كده ليكي ولولادك. تنسي بقى الحاجات المقليه اللي فيها زيوت مهدرجه بقى والكلام ده كله. حاجه كده ايه، هتاكلي منها مشبعه، صحيه، قليله الدهون خالص. زي ما قلت لك كده معلقه زيت زيتون، ما عندكيش زيت زيتون معلقه زيت نباتي عادي خالص، زيت ذره، اي زيت نباتي عندك زيت زيتون هيكون طبعا من الاحسن. بصي تبداي بقى كده كل المكونات البهارات اللي عندنا مع معلقه زيت الزيتون. تبداي بقى كده تمزجي البطاطس بتاعتك. بصي تخلطي كل حاجه انت نزلتيها على البطاطس بتاعتك عشان تتشرب من التتبيله بتاعتنا وتديكي بقى نكهه وطعم، وهتبقى احلى ريحه كده بقى وهي في الفرن، هتشم ريحه حلوه جدا. وننسى صدقيني بقى انت هتعتمدي الوصفه دي وهتنسي البطاطس المقليه خالص، وولادك هيطلبوها منك. تبقى اكله كده شهيه وصحيه ومفيده ليكي ولاسرتك ولصحتك للكوليسترول، للدهون الثلاثيه، لمرضى السكر، اللي عايز يقلل من وزنه، للاطفال. برضو الاطفال برضو غلط لما احنا ناكلهم برضو دهون كتير او زيوت مهدرجه كتير او حاجات مقليه كتير. الاكل المشوي الصحي اللي في الفرن كل الحاجات دي صحيه لينا ولولادنا. عايزين نغير اسلوب حياتنا، نمط حياتنا. زي ما قلت قبل كده في فيديوهات قبل كده، احنا مش بنعمل دايت ولا حرمان، لا احنا خالص مش هنحرم نفسنا وهناكل كل حاجه. مش مهم انت هتاكلي ايه، بس المهم هتاكليه ازاي وبايه الطريقه، مع تقنين الكميات. زي ما قلت لك مش مهم انت هتاكلي ايه، اهم حاجه ان الكميه تكون مقننه والاكل يكون قليل الدهون وفي نفس الوقت هتاكلي وهتشبعي وهتخسي من غير ما تحسي. لان احنا مش عاملين حرمان ولا دايت بمعنى الدايت والحرمان، لا ده اسلوب حياه، اسلوب حياه صحيه. عودي نفسك عليه وعودي ولادك عليه. وزي ما قلت لك في فيديوهات قبل كده، معا للتغيير، وانا معاكم واولكم ببدا اغير اسلوب حياتي واسلوب اكلي يبقى عباره عن اكل صحي مفيد ليا ولولادي ولاسرتي. دلوقتي بقى حبايبي هنبدا نجيب معانا ايه الصينيه بتاعتنا. معاكي بقى كده الصينيه بتاعتك،
هنبدا بقى ننزل بالبطاطس بقى بتاعتنا اللي احنا متبلينها. تمام. هتبداي بصي بقى كده هتبقى في الصينيه بتاعتك، هتخش على درجه حراره متوسطه. انت طبعا هتبقي مشغله الفرن بتاعك على درجه حراره متوسطه. هتتحط في الرف الاوسط، مش هتاخد نص ساعه، اقل من نص ساعه تكون طالعه البطاطس بتاعتك. وحابه بقى تحمري الوش بتاعها، بنفتح الشوايه 5 دقايق بس. دلوقتي حبايبي هندخلها الفرن مع بعض. ودلوقتي حبايبي هندخل البطاطس بتاعتنا الفرن. دلوقتي بقى البطاطس بتاعتنا تكون استوت كده، نطلعها مع بعض من الفرن. بصي بقى البطاطس الصحيه الحلوه الجميله اللي بتوفر في الوقت والجهد ومفيده للصحه. بصي بقى جمالها، والبهارات جميله فيها متحمره واخده اللون معانا وجميله، وريحتها قلبة الدنيا، ريحتها جميله جدا. جربي الوصفه واكتبي لي ايه رايك في الكومنتات. وانا بشكر كل حبايبي اللي اشتركوا في القناه وشرفوني كده باشتراكهم. ويا ريت لو عجبك الفيديو تدعميني بلايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان ينضم كده لعيلتنا واسرتنا الجميله. وان شاء الله كده نيجي لكم باحلى الوصفات والحاجات المفيده قليله الدهون. اتفرجي على قناتي وخشي على وصفاتي، وصدقيني مش هتندمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.